بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. في سؤال تاني، السؤال ده خرجنا بقى عن النص بتاعنا أو عن تعليم نصوص القانون أو شرح نصوص القانون. السؤال من أحد المتابعين الأفاضل المحترمين، بيقول: هو ليه لحد دلوقتي مصر ما أعلنتش الحرب على إسرائيل عشان توقف القصف؟ هرد عليك رد مختصر قوي: اسأل الرئيس، ما تسألنيش أنا. ليه اسأل الرئيس؟ لأن أنا مش رئيس، هو رئيس الجمهورية، هو أولى واحد وأدرى واحد بظروفه وظروف بلده وظروف جيشه، هو اللي أدرى واحد اللي يقدر يقول أنا حارب ولا مش هحارب. فأنا شايف إن تزايد الناس أو تزايد أعضاء اللي هم أبناء الوطن في ليه ما بيحاربش، ما بيحاربش، دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي بتاعته هو. هو أدرى واحد. يعني أنا قاعد على الكرسي بتاعي في مكتبي، أنا أدرى واحد أتعامل مع العميل بتاعي إزاي. أعلي عليه، أقلل عليه، أزود، أطول، أرفع قضيتي، أستنى شوية، طب أكتب مذكرة، طب أعمل محضر، طب أعمل إنذار. ده إجراء أنا. ليه؟ لأن أنا أدرى واحد بالقضية اللي في إيدي. هكذا موضوع فلسطين. طبعا على فكرة الموضوع ده كلنا مسبب لنا حالة من الحزن والأسى كلنا. ليه؟ لأن عيالنا وحريمنا زي ما بنقول، واخواتنا والرجاله بتاعتنا واطفالنا وشبابنا، كله ده اللي بيتعرض. اوعوا تبقوا فاكرين ان احنا مبسوطين، لا بالعكس. يعني انا في قمه الحزن وفي قمه الاسى على اللي بيحصل، تمام. بس موضوع اعلان، هو ما اعلنش الحرب ليه على اسرائيل، دي بتاعت فخامه رئيس الجمهوريه، خاصه ان الراجل ده اصلا ما هوش راجل عادي، راجل عسكري، راجل بتاع مخابرات، ثم رئيس جمهوريه، فهو فاهم هو بيعمل ايه. هو مش، اعتقد ان في خفايا. دايما ما بحبش احكم على حد قاعد على منصب او قاعد على كرسي. ليه؟ لان اللي قاعد على الكرسي ده في حاجات حواليه محيطه بيه، اسمها، بنسميها احنا في القانون الظروف المحيطه او الظروف الملابسه. الظروف المحيطه بيه هو ادرى واحد بقى بيها، مش احنا. هو الراجل ده خلاص الدنيا قفلت معاه ولازم يحارب، الصبح هيعلن الحرب. ما فيش فيها كلام. اصل انا مش هبقى قاعد في بيتي واحد عمال يهددني، واحد عمال يتطاول عليا، واحد عمال يعصبني، واحد عمال ينرفزني وانا هسكت. لا، ما اعتقدش. يعني انا اول مره، طب الكلام ده عيب، طب ما يصحش، طب خد بالك احنا جيران، طب خد بالك مش كده. خلاص بقى هي قفلت، هعمل ايه؟ انا هاكله من جوه، تمام. وطبعا يعني في تصريح من قائد الجيش الثاني الميداني، قال ايه؟ قال كلمه على الملأ وعلى الهواء العالم كله شافها. قال: احنا في انتظار اشاره البدء من فخامه رئيس الجمهوريه، هنجيبهم كلهم متكتفين ونسلمهم له في القصر. فما اعتقدش ان دي ابلغ رساله طلعت من الجيش المصري، مش للدوله الاسرائيليه بس، لا، ده للعالم اجمع. احنا يا اخوانا قادرين على ان احنا نعمل اي تصرف وان احنا نعمل اي حاجه، بس طبعا المرجع في الموضوع ده كله لفخامه رئيس الجمهوريه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعلى فكره، اوعوا تنسوا المتابعه والاشتراك، وابعتوا لنا تساؤلاتكم واحنا هنرد عليكم. السلام عليكم.